طبعا احنا عندنا منهج فطرة لكل الفئات، عاملين منهج موجه. يعني عندنا منهج للأطفال، منهج مخصوص للحضانات. حلو. عندنا منهج للأطفال اللي هم ما بعد الحضانة من 6 ل9. حلو. منهج للمراهقين ده طبعا أولوية بالنسبة لنا. منهج للأمهات والآباء، منهج لإعداد مدرب. حلو كده إن شاء الله. دول جزء أساسي. طبعا بنتمنى إن يتم إدراج فطرة كمناهج تعليمية في المدارس. إيه اللي إحنا بنقدمه للأولاد وللبنات؟ كل شيء. بمعنى إحنا بنقدم ال4 محاور: الطبي والنفسي والاجتماعي والديني كاملين على إيد متخصصين. على إيد متخصصين. يعني الجانب الطبي بجيب فيه أطباء، مع إن الجزء ده ممكن نذاكره ونقدمه، بس أنا بحب التخصص. حلو. الجانب الديني بنجيب ناس دارسة دراسات إسلامية، مع إن إحنا ممكن نقرأه، ممكن أنا بحب التخصص. حلو جدا. لأن صاحب التخصص بيشتغل بعمق أوسع. الهدف عندنا كلنا، وطبعا كل اللي بيشتغل في هذا المجال لازم يكون مر عليه الأول حاجة اسمها TOT تربية جنسية. دي عندنا برضه جزء من المنهج بتاع فطرة. يعني إيه TOT تربية جنسية؟ يعني أنا ممكن أدي كورس في إدارة الوقت، ما عنديش مشكلة، لكن عشان تدي كورس في منهج تربية جنسية لازم يبقى عندك أوبشنز مختلف. كنت مؤهل أصلا. بالظبط. أولا المدرب نفسه لازم يكون عنده مقدار كبير من السواء النفسي والجنسي أساسا. دي نقطة. فده طبعا الاختبار الأول في اجتياز الانضمام للفريق. الجزء الثاني والمهم جدا أن يكون عندك القدرة على فهم احتياجات التربية الجنسية. تقدر تفهم الولاد، تقدر تتعامل مع مختلف ردود أفعالهم، تقدر تقدم المعلومة بشكل جيد. أنا مش عايزة الولاد يجوا ياخدوا كورس هم نفسهم يحسوا بالخزي، وفي نفس الوقت يطلع فاهم حتى حدود الكلام ممكن تبقى عامله ازاي. ازاي بقى الناس توصل لفطرة؟ وهي موجوده فين فطرة؟ منصات فطرة موجوده ان شاء الله باذن الله. قريبا هيكون سايت فطرة